كلنا بنغلط، مفيش واحد فينا ما بيغلطش، لكن المهم لما نغلط نتوب، والأهم نكون صادقين مع نفسنا في التوبة، لأن التوبة مش كلمة، التوبة فعل. قصة النهاردة عن بنت غلطت، وعشان تداري على غلطها اتجوزت واحد افتكرته غبي، بس المفاجأة كسر توقعاتها. لو عايز تعرف البنت عملت ايه واتعمل فيها ايه، ما تروحش في حتة النهاردة في عظمة. أنا هاني حسنين، النهارده هحكي قصة عن بنت اسمها ليلي، وأتمنى كل اللي اتفرج على القصة يكون أكبر من 21 سنة. ليلي بنت مصرية زي كل بنات مصر، بنت مراهقة كونت صحاب في وقت قصير وسن صغير، بس للأسف رغم وصولها لسن الرشد كان عندها مشكلة الهشاشة العاطفية، وده خلاها فريسة لشاب، أو زي ما بنقول لثعلب قدر ياخد منها أعز ما تملك. أيوه، بس غير كل توقعاتنا، الحدث القوي ده ما أثرش فيها أبدا، ولا كأن حاجة حصلت، عشان مقتنعة بس إن الشاب اللي حبته مش هيسيبها في يوم من الأيام. لكن الثعلب ما وفاش بوعده وطلع خاين وبعد عنها. بس برضه الغريب إنها في الحالة دي المفروض تكون متضايقة أو منهارة، إلا إنها في مصيبة. بس الغريبة ما حصلش ده، كانت عادي، وكل مرة كانت بتخش في علاقة جديدة كانت بتوصل لمرحلة النوم وكأن مفيش حاجة حصلت، زي ما بنقول كده اتعودت. وفي يوم من الأيام بدأ أبوها وأمها يزنوا عليها عشان تتجوز، وكل الأعذار والحجج خلاص ما بقتش تنفع، فقرروا إنها تتجوز عن طريق جواز الصالونات. ولكن أقنعتهم إنها هي الوحيدة اللي تختار الزوج المناسب ليها، وفعلا وافقت على واحد من بعد 4 رفضتهم، كان اسمه فادي. ومحدش يقول لي رفضت ال4 اللي قبليه ليه، هقول لكم بعدين. طبعا كلكم هتفتكروا انها هتعمل عمليه اياها عشان تتجوز بطريقه طبيعيه وتفتح بيت زي كل البنات، لكن الغريبه ده برضه ما حصلش. انا اقول لكم ازاي وليه. عشان العريس كان غلبان جدا وسهل يضحك عليه، فكانت مركزه معاه قوي ومهتمه باصغر تفصيل عنده، وده كله عشان يحبها بجنون. وحصل. والمرحله الثانيه انه يصدق اي كلمه تقولها له. وجينا بقى لليوم الموعود والليله المشهوده، ليله جوازهم. كلكم هتفكروا انها قدرت تخدعه والليله عدت بسلام، لكن اللي محدش يتوقعه انها حكت له على كل حاجه حصلت ما بينها وما بين الشاب. انا اسفه يا فادي، زي ما قلت لك والله هو ده اللي حصل، كان موعدني انه يتجوزني، ده حتى كان معرفني على اهله كلهم، وده اللي خلاني واثقه فيه. الجبان. بس عشان تبقى عارف، انا لو واحده وحشه كنت عملت عمليه اياها وكنت ضحكت عليك طبعا، بس عشان انا متربيه جيت قلت لك على كل حاجه، وانا واثقه فيك يا فادي انك هتسامحني. اسامحك على ايه؟ انا اديتك كل حاجه، ما قصرتش في اي حاجه. ازاي ما تقوليش قبل الجواز بتلبسيني العمه؟ انا عمري في حياتي ما لمست واحده. قولي لي دلوقتي اوافق الاقي على واحده حد لمسها غيري؟ قالت له المسامح كريم يا فادي، ربك بيسامح، ما بالك بالعباد. ما تفضحنيش يا فادي، ابوس ايدك ما تفضحنيش، انت عندك حق تزعل وليك كل الحق، بس انا طمعانه في شهامتك ورجولتك. انت عارف يا فادي من اهم الاسباب اللي اخترتك عشانها انك انسان هادي وشكلك مش بتاع مشاكل، وده حببني فيك اكتر. فادي ربنا بيقبل التوبه يا فادي، قصدك غبي، انت اخترتيني عشان غبي وكمان ضحكتي عليا. لا وايه، مضيت كمان قايمه، يعني وصل امانه على بياض، على بنت مش بنت، يعني ضحكتي عليا وطلعتيني مغفل. عارفه الرجوله بقى اسمها غباء، وانت الوحيده اللي عرفت تستغلي رجولتي. ليلي حاولت تحضنه عشان تهديه، لكن فادي زقها وقال لها ابعدي عني واطلعي بره الاوضه، لو فضلت معاكي في الاوضه هعمل مصيبه. وفعلا عدى اليوم، وتاني يوم الصبح فادي كان بيصحي ليلي، كانت نايمه، والغريبه مش قلقانه ولا كأن حاجه حصلت. فادي جاب موبايل وسكينه وحطهم على الترابيزه وقال لها بصي يا بنت الناس، انت تعملي اللي اقول لك عليه دلوقتي ولا نفترض انك فعلا توبتي؟ قالت له والله العظيم توبت. قال لها هنفترض، بس انا مش هصدق التوبه الا لما يعدي 6 شهور واشوفك ملتزمه ولا لا، وبعد 6 شهور يا طلقك يا تكملي معايا. وعشان انا راجل وابن اصول، في الوقت ده لو لقيتك ما تنفعيش هطلقك بعد 6 شهور عشان الفضيحه، وممكن نقول مفيش تفاهم ما بيننا.
وبكده ابقى سيطرت عليكي، وساعتها تقدري تتجوزي من تاني. بس كل ده على شرط. الشرط ايه يا فادي؟ انك تسجلي كل الكلام اللي قلتيه امبارح ليا على الموبايل، عشان ساعتها اخد حقي، وساعتها تتنازلي عن كل حقوقك، والا بالسكينه دي هقطع جسمك حتت. وما تاخديش كلامي باستهزاء، اتقي شر الحليم اذا غضب. وليلي كانت مستغربه وقالت له ايه ده؟ هو انت فادي اللي حبيته واخترت ما بين الناس دي كلها؟ فكك وخلاصي من الكلام ده، انا خلاص اتعلمت منك. واحده غيرك المفروض تكون مرعوبه، لكن طبعا لا، عشان انا واحد غبي مطمن على الاخر. اهدى يا فادي، هعمل كل اللي انت عايزه. وطبعا لان ليلي خايفه من الفضيحه والسكينه، قررت تسجل كل الكلام اللي قالته له. وبعد ما سجلت، فادي خد الموبايل ودخل اوضته وسابها في الصاله. وتاني يوم الصبح باب الشقه خبط، وكان امها وابوها. وعشان فادي جدع اتعامل مع اهلها بطريقه عاديه خالص، ما بينش اي حاجه. وبعد شهرين الدنيا هديت ما بينهم، وليلي كانت بتحاول تلطف الجو، يعني لبست طرحه وكمان بدات تصلي. يا عالم يا هو، انتوا متخيلين؟ على العموم كل حاجه كانت ماشيه بخير. وعدى كمان شهرين، يعني كل اللي عدى 4 شهور، وفاضل من 6 شهور شهرين. طبعا كلكم فاكرين ان الجوازه عدت على خير. في حد ظهر غير كل احداث القصه. عايزين تعرفوا مين الشخصيه دي؟ انا اقول لكم. اخو فادي الصغير باسل كان عنده 16 سنه، وكان بيتردد على بيت فادي كل فتره، وكان بيحب ليلي زي اخته الكبيره، وكان بيحكي لها كل حاجه. وفي يوم باسل كان متخانق مع اصحابه وكان متضايق جدا. انا اروح عند اخويا اغير جو هناك. وفعلا لما راح هناك لقى ليلي، لكن ما لقاش فادي. ليلي اول ما شافته قالت له مالك يا باسل؟ انت عامل كده ليه؟ مين اللي زعلك؟ باسل قال لها مفيش حاجه. ليلي قالت له لا في، قول لي يا باسل مالك؟ انت بخير؟ لا بصراحه كل اصحابي البنات بيقولوا لي ان انا مخي صغير. بصيت له وقالت له هما ليه قالوا عليك كده؟ قال لها معلش اعذريني، مش هينفع اقول. قالت له لا هتقول لي وهتحكي لي، انا اصلا طول اليوم بكلم نفسي. قول لي يلا مالك، يمكن اساعدك في حاجه. باسل قال لها ما هو مش هينفع. قالت له استنى بس، بقالكم قد ايه بتخرجوا مع بعض؟ قال لها بقالنا 6 شهور، وكل مره بوديها اماكن حلوه وبتكون مبسوطه جدا. قالت له عرفت منين انها مبسوطه؟ قال لها عادي يعني، بتضحك وبتهزر معايا. وانت بقى يا باسل فاكر ان الضحك والهزار هما بس اللي بيبسطوا البنت؟ باسل قال لها هو ده اللي اعرفه. قالت له لا، في حاجات اهم من الضحك والهزار بتبسط البنت. هنا ليلي بقت تبص لباسل من فوق لتحت، وباسل كان مستغرب. قالت له يا باسل انا اعرف حاجات تانية كتيره تبسط البنت. قال لها حاجات تانية كتيره زي ايه يعني؟ قالت له يلا يا باسل تعالى معايا. قال لها اجي معاكي فين؟ قالت له ما تخافش يا عبيط، ده انت زي اخويا الصغير. ليلي مسكت ايده ودخلت اوضه النوم. ايوه زي ما فهمتم، نامت مع باسل، مع طفل عنده 16 سنه. فعلا ديل الكلب عمره ما يتعدل. وبما ان باسل شاب عنده طاقه، وهي مش فتش الطاقه بقى 4 شهور، فخدت منه كل اللي هي عايزاه وبزياده. اصلها خبره. اليوم ده بالذات كانت عارفه بتعمل ايه، لان فادي كان هيتاخر في الشغل وكانت مطمنه. الموقف اللي حصل كانت مرتبه له او لا مش مهم، المهم انه حصل. واللي لازم تعرفوه انها نامت مع باسل اكتر من مره، وباسل ما كانش حاسس بيعمل ايه. برضه شاب في سن المراهقه وكان فرحان، واي شاب في سنه بيحب يجرب كل حاجه. انا مش ببرر، لكن الغلط معروف من مين. ولما خلصوا ليلي قالت له باسل يا حبيبي اوعى تحكي لاي حد اللي حصل ما بيننا، ده سر ما بيننا. لا مش هحكي حاجه لحد. قالت له جدع، ولو سمعت الكلام هعلمك حاجات كتيره قوي تبسط البنت. باسل كان فرحان وضحك وقال لها بجد؟ بس انا خايف. قالت له خايف من ايه؟ محدش يعرف حاجه، ولا مني ولا منك. قال لها طيب اكيد طبعا محدش يعرف اي حاجه، بس انت وعدتيني انك هتعلميني حاجات تانية تبسط البنت. ضحكت وقالت له طبعا، وانزل بقى دلوقتي عشان فادي على وشك انه يجي. وباسل قبل ما يفتح باب الشقه قالت له استنى. قال لها ايه، هرجع تاني؟ قالت له لا يا حدق، ده مسكن عشان جسمك اللي هيوجعك بالليل. وحطيت له برشامه في بقه، برشام مسكن. وفعلا جه فادي من الشغل وكان مزنوق جدا، كان عايز يعمل حمام. لقى ليلي جوه الحمام، لكن طولت
قال انا مش قادر، انا اخش بقى وخلاص. ولما فتح باب الحمام لقى ليلي خلصت شاور وكانت عريانه وكانت بتنشف جسمها. وفادي اول ما شافها قال لها هو انت تعبانه؟ قالت له انا كويسه. قال لها طيب هو انت عندك حساسيه؟ قالت له لا. قلت لك لا. قال لها لا. امال جسمك معلم احمر كده ليه؟ قالت له انا كده لما بستحمى جسمي بيعمل كده، ما تشغلش بالك. ها عملت ايه في الشغل النهارده؟ قال لها اعمل حمام واستحمى واجيلك نحكي. وليلي راحت على اوضتها وكانت بتكلم نفسها. قالت له معلش بقى يا فادي، انا برضو من لحم ودم، بقالك 4 شهور معايا ما لمستنيش، وانا في الاول وفي الاخر ست وليا احتياجات واعرف اجيبها من عين الاسد، بس انا هتجنن ازاي يشوفني عريانه قصاده وكل اللي يلفت نظره ان جسمي لونه احمر. انا كنت فاكره ان فادي اهبل وبالحركه دي ممكن ينخ. وفي نفس الوقت فادي كان داخل يستحمى ومتغاظ وكان بيقول كان نفسي فيها لكن ما ينفعش، انا مدي مهله 6 شهور، بس جسمها الاحمر ده مش مريحني. وعدى اليوم وتاني يوم باسل كان مستني تحت عمارة اخوه، واول ما شاف فادي راح الشغل طلع لليلي وفضل يخبط على الباب. وطلعت له ليلي قالت له ايه ده؟ انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ قال لها انا اسف ما كنتش اعرف انك نايمه، انا قلت بس هتعلميني شويه حاجات جديده. ضحكت وقالت له طب تعالى هعلمك النهارده كل حاجه حلوه. وفعلا حصل علاقه ما بين عيل عنده 16 سنه ما بين مرات اخوه، ولا هي ولا هو خافوا من العقاب وما حسوش ان ده من الكبائر. لكن باسل اتعلق بليلي قوي وبقى يروح لها كل فتره. لكن في مره راح لليلي وقعد يخبط كتير لكن ما كانتش بترد عليه، لكن فضل يخبط وما سكتش لحد ما فتحت. قال لها انا كنت معدي وقلت اقعد معاكي شويه. لقاها مرتبكه وقالت له مش دلوقتي، انا تعبانه يا باسل. قال لها تعبانه عندك ايه؟ قالت له تعبانه يا اخي عندي ظروف، امشي دلوقتي. لكن باسل شك فيها وقال هو في ايه؟ اول مره تعملني بالشكل ده، هو ايه اللي بيحصل؟ لكن باسل ما نزلش، قال لي يطلع دور اللي فوقيها ويراقب الدنيا. وقعد ربع ساعه لكن ما ملش، كان مستغربها وعايز يعرف في ايه. لقى باب شقه اخوه بيتفتح والبواب طالع منها وكان بيبوس ليلي. وباسل اتصدم قال ايه ده؟ هو البواب عندها؟ هي مع اي حد كده؟ واتغاظ جدا منها وقال هينتقم منها اشد الانتقام. واتصل بفادي قال له انت فين؟ قال له يا باسل يا حبيبي عامل ايه؟ انا في الشغل، محتاج حاجه؟ قال له عايز احكي لك على حاجه. قال له تحكي لي على حاجه؟ قول لي من الاخر عايز كام؟ قال له لا يا فادي مش فلوس خالص. قال له يا باسل في ايه؟ ما غوشتني عليك، ما تقولي حصل ايه؟ باسل قال له معلش لما اقابلك احكي لك، تعالى دلوقتي عند القهوه اللي تحت بيت ابوك. وفادي قلق نزل جري من الشغل وراح القهوه. قال له مالك يا باسل في ايه؟ قول لي يا ابني مالك؟ قال له بصراحه انا كنت معدي من تحت بيتك وقلت اطلع اسلم على طنط ليلي. قال له ها وبعدين ايه اللي حصل؟ قال له لقيت البواب طالع من عندها وكان بيبوسها. قال له ايه؟ انت بتقول ايه؟ البواب؟ باسل قال لفادي والنبي ما تقولهاش حاجه، مش عايزين مشاكل. فادي مسكه من دراعه قال له انت فاهم بتقول ايه؟ كلامك ده كبير قوي، لو كلامك صح انا ممكن اعمل جريمه. وباسل قال له اهدى اخدان الحق حرفه، عايزك هادي بالله عليك، مش عايزين مشاكل. فادي بص له ما كانش بيتكلم. وباسل قال له انت ممكن تمسكها متلبسه وتبلغ عنها وبكده يبقى اخدت حقك وما عملتش جريمه. ما تندمنيش اني قلت لك مش عايزك تروح مني، انت برضه اخويا وخاف عليك. باسل اللي خان اخوه خايف عليه. المهم فادي قال له انت صغير لكن كلامك صح، هنشرب لها كمين. وهم على القهوه فادي اتصل بليلي وقال لها حضري نفسك هروح عند مامتك. قالت له بجد؟ هلبس على طول، ماما وحشاني. وفعلا راح لمامتها كزياره. وبعد ربع ساعه قال لهم انا جالي الشغل ساعه وجاي. وحماته قالت له طب يا ابني كل الاول وانزل، متسربع على ايه؟ فادي قال لها معلش لما اجي ابقى اكل. ونزل جري على حد بيبيع كاميرات ميكرو الصغيره وجاب منها 8 وحط الكاميرات دي في كل ركن في الشقه. وطبعا ده كله عشان يتاكد من كلام اخوه باسل. ونزل تاني على بيت حماته وابو ليلي بيقول له يلا يا فادي اتعشى معانا، يلا مستنيك. قال له انا كلت كتير قوي يا حاج. قال له كلت ايه؟ انت حتى ما اتغديتش عندنا. قال له كلت من ايد مراتي كتير، شبعت خلاص شبعت. ليلى قالت له انت هتمثل؟ ده انا ما عملتش اكل بقالي كام يوم. وضحكت. وفادي كان ماسك نفسه وكان بيبلع ريقه وبيبص لها بغضب. وبعد ساعه قال يلا عشان نروح. وهم في العربيه ليلي بتقول له مالك؟ شكلك متضايق، باين قوي على وشك.
ما تخبيش عليا. فادي زعق فيها وقال لها ما تبطلي كلام، خلاص خلصنا يا حدوته. قالت له لا ولا حدوته ولا حاجه، سوق سوق انت ساكت. ووصلوا العماره وهم طالعين ما لقاش البواب. سال جاره قال هو البواب فين؟ قال هو غالبا في مشوار، انا كلمته في التليفون عشان يجيب لي حاجه، قال لي ساعه وجاي. فادي قال له تمام شكرا. جاره قال له انت محتاج حاجه يا استاذ فادي اساعدك انا فيها؟ فادي قال له تسلم الله يكرمك. وليلي قالت له بتسال على البواب ليه؟ انت عايز منه ايه؟ قال لها في واحد صاحبي عايز يكسر حمام ومطبخ. فقلت يستنفع. قالت له اقول لك انت اخترت صح، البواب ده عافي قوي بيكسر اي حاجه هو عايزها. فادي بص لها وهو كاتم جواه مش قادر يقول لها حاجه. وتاني يوم الصبح فادي راح الشغل، وهي اول ما صحيت اتصلت بالبواب قالت له انت فين؟ اطلع لي عايزاك. قال لها معلش بقى يا عسل، يومين بالظبط وجاي لك، امي بس تعبانه هطمن عليها واجي لك على طول. قالت له خلاص هستناك ما تتاخرش عليا، مش قادره ما افكرش فيك. طبعا فادي كان هيتجنن، لكن كان شايف وسامع كلام ليلي بس، طبعا عن طريق الكاميرات الموصله بالانترنت، وكل اللي سمعه اطلع لي وهستناك. وطبعا فادي افتكر انه طلع لها دلوقتي، وبسرعه نزل من الشغل عشان يروح على البيت جري. وفي نفس الوقت ليلي كانت طالبه معاها، قالت تكلم مين؟ تكلم باسل. واتصلت بباسل قالت له انت فين؟ وحشتني، انت بتعمل ايه دلوقتي؟ قال لها انت مالك؟ انت عايزه مني ايه اصلا؟ قالت له عاوز منك ايه؟ هعلمك الجديد كله، هستناك يلا ما تتاخرش عليا. وطبعا باسل ما قدرش يقاوم وجري راح ليها، وطلع العمار ورن الجرس وفتحت له. قال لها ها امشي زي المره اللي فاتت ولا اخش؟ قالت له مالك يا باسل بتتكلم كده ليه؟ قالت له بقى انا متصله بيك عشان تقول لي امشي؟ خش خش. ودخلوا هما الاثنين في الشقه، وليلي فاكره فادي في الشغل، وباسل فاكر ان اخوه لسه ما قررش هيعمل ايه وهينتقم منها ازاي. وقال بينه وبين نفسه لو كان قرر ينتقم منها كان قال لي انا كده مطمن. وطبعا ليلي خدت باسل على اوضه النوم. هنا فادي جه البيت ودخل بكل هدوء، وليلي كانت مشغله اغنيه بصوت عالي طبعا عشان ما حدش يسمع صوتها وهي في العلاقه. لكن فادي وصل لباب اوضه النوم وسمع صوتها. فادي هنا قفل باب الاوضه وسحب المفتاح بكل هدوء. نسيت اقول لكم فادي جه من بره ومعاه جيركنين بنزين، ومن تحت الباب فضى جيركن البنزين كله، وبالجيركن التاني رش على الستاير والانتريه، رش في كل حته. بص لباب اوضه النوم وقال لها هحرقك يا فجره، هحرقك انت والبواب، وهو ده عقابك، ولسه هاخد حقي منك في الاخره يا واطيه يا سفله. وراح عند باب الاوضه ورمى عود كبريت وجري عند باب الشقه. نسيت اقول لكم ان باب الشقه مصفح، يعني لو كسر باب الاوضه مش هيطلعوا بره الشقه. ودي كانت خطه فادي. ونزل، وبعد دقيقه الشقه كلها كانت بتطلع دخان من كل حته، وباسل وليلي كانوا زي المجانين عايزين يهربوا باي شكل من النار، وحاولوا يشوفوا اي مكان يهربوا منه لكن ما لقوش. وفادي نزل وقعد على القهوه وقال يتصل بباسل ويعرفوا انه انتقم منها. وفعلا اتصل بباسل كذا مره لكن باسل ما ردش. وفادي قال كان نفسي باسل يرد عليا عشان يعرف قد ايه ان اخوه راجل وخد حقه. وعلى طول فادي دخل على الكاميرات عشان يشوف البواب لما طلع لها، لكن اتفاجئ ان اللي طلع اخوه مش البواب، واللي عامل علاقه مع مراته اخوه مش البواب. اتجنن لما شاف اخوه مع مراته وبيعاشرها معاشره كامله، ومن الصدمه وقع منه الموبايل وفقد النطق. وباسل وليلي ماتوا محروقين. اللي غلط اخد عقابه اذا كان ليلي او باسل، واللي خان دع عذابه بدري في الدنيا، واللي باع دينه خسر كل حاجه. يا رب طلعنا منها على خير. يا رب القصه تكون عجبتكم. وطبعا القصه دي بتحصل في بيوت كتيره جدا، بس في منها اللي تعرف وفي منها ما تعرفش. اللي عايز اقوله ان الغلط درجات، وكلنا بنغلط، بس لما تغلط ما تسرحش في الغلط. يعني ما تعملش كبائر، ما تعملش حاجه تندم عليها شد الندم بعد كده، وحاول تفكر في الصح وبس، لان غير كده هيبقى هلاك. بعيد بقى عن القصه، كنت عايز اشكر شركه وينك هيربال ثيرابي اللي بعتت لي جيفت، وقلت لازم اشوف ايه اللي بعتوه. ده مثلا بادي سبلاش للشعر والجسم، وده كريم، وده زيت للبشره الدهنيه. وعايز اقول لكم باعتين حاجات كتيره جدا وكلها من المواد الطبيعيه. الشنطه طبعا فيها حاجات لبنات كتير اديتهم لاختي. بجد شركه ممتازه، كلموهم وجربوا حاجتهم.